أكلات بتنفخ بطنك من غير ما تحس، لو بطلتها كرشك هيروح أسرع مما تتخيل. من الآخر النهاردة يا جماعة هنجاوب على سؤال بتسأله كتير جدا: دكتور أنا بعمل دايت وبتمرن بس الكرش مش عاوز يروح ليه؟ الجواب البسيط: في أكلات بتنفخ البطن وبتعمل كرش حتى لو بتاكل كميات قليلة. النهاردة هنتكلم على 3 أخطر أكلات والبدائل الصحية بتاعتهم. إيه ده، هو فعلا في أكل معين بيعمل كرش ولا الموضوع كله سعرات حرارية؟ الإجابة لأ، الموضوع مش بس سعرات. في أكلات معينة بتعمل انتفاخ في الأمعاء وتزود مقاومة الأنسولين، يعني الدهون تتركز أكتر حوالين البطن. مثال: العيش الأبيض، المشروبات الغازية، والمقليات. وليه العيش الابيض تحديدا بيهتموا بيه انه بيعمل كرش؟ بص يا سيدي، العيش الابيض معمول من دقيق مكرر. يعني ايه؟ بيتحول بسرعه جدا لسكر في الدم، بيرفع مستوى الانسولين ويخزن دهون حوالين البطن. كمان ما فيهوش الياف وده يجوعك بسرعه فتاكل اكتر. البديل بقى العيش البلدي او العيش الاسمر او العيش اللي معمول من الشوفان، او حتى في بعض الناس تاخد لفة خس او كرومب مكان العيش في السندوتش. طب المشروبات الغازية ايه علاقتها بالكرش؟ المشروبات الغازية دي اخطر من السكر العادي. ليه؟ فيها فركتوز عالي جدا وده بيدخل الكبد بسرعة وبيتحول لدهون بسرعة جدا، غير ان الغازات دي بتزود انتفاخات المعدة والقولون. كمان الجسم مش بيشبع قوي من السوائل دي فبتملى بطنك وجسمك سعرات من غير ما تشبع. البديل بقى مية فوارة مثلا بالليمون، شاي أخضر أو أعشاب من غير سكر، أو مية بطعم طبيعي زي اللي بيحطوا لها خيار وليمون. طب المقليات لازم أبطل بطاطس محمرة؟ البطاطس المقلية والمقليات بصفة عامة كارثة لسببين: مليانة زيوت مهدرجة وده بيزود التهابات الجسم، وكمان بتخلي الجسم تخزن دهون حوالين البطن. تاني حاجة بقى سعراتها عالية جدا وما بتشبعش. البديل بطاطس في الفرن عليها رشة زيت زيتون، او اقليهم في الاير فراير، او خضار مشوي ببهارات. طب لو انا بطلت ال3 دول فعلا الكرش هيروح؟ الدراسات بتقول ايه؟ اول ما تقلل السكريات والمقليات والدقيق الابيض الانسولين ينزل والجسم يبدأ يحرق دهون البطن بسرعة. يعني مش شرط تكون عامل رجيم قاسي، احيانا بس انك تبطل الاكلات دي كفاية عشان تلاحظ فرق سريع جدا في خلال اسبوعين 3. الخلاصة يا جماعة: العيش الابيض كارثة، بدله بالعيش الاسمر او عيش الشوفان. المشروبات الغازية كارثة، بدلها بمية فوارة او مية بطعم خيار او ليمون. المقليات كارثة، بدلها باستخدام الفرن او الاير فراير. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهي دي اكلات بتنفخ بطنك من غير ما تحس، ولو بطلتها الكرش هيروح اسرع مما تتخيل. من الاخر